قال عليه الصلاة والسلام: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة، يموت خليفة حاكم، فيختلف الناس، لا يعينون أحدا وراءه، لا يعينون من يملك، ولا يصطلحون على رجل حاكم بعده. اختلاف، فكل فرق، كل طائفة وكل حزب بما لديهم فرحون، لا يجتمعون على خليفة بعد الخليفة الذي مات، يضطربون. وفاة الأمير نايف بن عبد العزيز الذي لم يمكث في منصبه سوى بضعة أشهر، واختيار شقيقه الأمير سلمان خلفا له طرحت العديد من علامات الاستفهام حول مستقبل الأسرة الحاكمة وحول مستقبل الإصلاحات في السعودية. مخاوف عديدة أثيرت وتثار حول نظام الحكم في السعودية، خاصة أن أبناء الملك عبد العزيز الذين يتوارثون العرش اقتربوا من السبعينيات أو الثمانينات في عمرهم، لأنه بعد ما يزول عنا في الملك عبد الله بعد عمر طويل حتكون الشرور الطويلة، وأنا حذرت منها في عدة مناسبات، الذي سيأتينا هو المستقبل الغامض. خصوصا ان بعض الناس كان يرى مثلا ان الان الاوان قد آن للجيل الثاني. يعني الان ولاية العرش وولاية العهد ما زالت محصورة في اولاد الملك عبد العزيز. نعم. هناك من يرى ان الان آن الاوان مع عمليات التحديث والتعامل مع ما يسمى بالربيع العربي وامكان وصول تداعياته الى المملكة العربية السعودية، آن الاوان لان تنتقل هذه المسؤولية إلى الجيل التالي من أبناء قبل الحكم في السعودية. لكن نظرا لتقدم المرشحين في العمر يقال دائما الخوف مما هو آت، وهناك ما ينادي بتغيير هذه الآلية من النظام الأفقي إلى العمودي أو الانتقال إلى الجيل الثاني، ولكن البعض أيضا يخشى من عراقيل وصعوبات وما قد يثار من صراع داخل أجنحة في الأسرة الحاكمة في السعودية. يعكس ارتباك، يعكس طوارئ، يعكس وضع صعب جدا، لأنه العاهل السعودي الملك عبد الله بن العزيز يعني فوق 90 الآن. البيئة حقيقة يجب أن يكون لها دور الآن في اختيار الأصلح، يعني ليس يعني أن يكون ابن الملك عبد الله أو ابن الملك فهد. كثير من المرشحين حقيقة اللي هم من عنصر الشباب. بندر بن سلطان: السلف والخلف على رأس جهاز الاستخبارات السعودية. أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا يقضي بإعفاء الأمير بدر بن عبد العزيز نائب رئيس الحرس الوطني من منصبه بناء على طلبه، وتعيين الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطني. السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا بتعيين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزيرا للداخلية. الأمر الملكي قضى بإعفاء الأمير أحمد بن عبد العزيز الذي تم تعيينه وزيرا للداخلية في 18 من يوليو الماضي بناء على طلبه. وقد تولى وزير الداخلية الجديد الأمير محمد بن نايف منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من العام 2005، ويعرف عن الأمير محمد بن نايف جهوده في مكافحة الإرهاب. في رواية قال: يقتتل على كنزكم هذا، قيل كنز الكعبة وقيل الملك. والحرمين الشريفين بتوجيهاتكم السامية والكريمة، فإن هذا المشروع العملاق الذي أمرتم بإنجازه خلال العامين القادمين بإذن الله تعالى سوف يستمر العمل الدؤوب به ليلا ونهارا.
شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء أمس السبت 27 من شهر رمضان لعام 1432 عرضا للمشروع المقترح لتوسعة المطاف بالمسجد الحرام. واستمع خادم الحرمين الشريفين إلى شرح على مجسم للمشروع. لأنه عم يعاد إنشائها من تحت إلى فوق، ما تأذي المطاف الحالي ووضع المطاف الحالي. طبعا بالنسبة للتوسعة السعودية طال عمرك 20 متر فقط يلي يبغى يعاد إنشائها مرة أخرى، بحيث أنه الأعمدة تساعد على أنه نرتفع بدائرة المطاف الجديدة طال عمرك، اللي تساعد على زيادة الاستيعاب. You're not ready for that answer. I've heard that name before. It's come up before. No question, it's a diagram of Solomon's temple. He used to stand on the holy site in the Jewish faith. Jews have been trying to rebuild this temple ever since the Romans destroyed it about 2,000 years ago. One of the holiest sites in the Muslim faith. The Dome of the Rock. Apparently both the Jews and the Arabs feel that this particular hunk of rock is pretty sacred. It would cause a war if the Jews tried to bulldoze it. Excuse me, what's that? This is a dream come true for all of Israel. Plans to rebuild our temple. The temple? But the Muslims, they'll never allow this. No. The true site of the original temple has been found. It will stand next to their mosque. Perfect harmony. And the Antichrist will sit in the temple of God, and he will declare to the whole world that he is God. The temple of God. You're talking about Solomon's temple in Jerusalem, aren't you? That's right. Rebuild the temple. I guarantee it. But the Arabs are not going to just sit by and watch them build this thing. They'll make peace with Israel. Peace. In the Middle East. أقول بكل ثقة لن يستطيع اليهود أبدا أن يستولوا على القدس إلى الأبد، فالذي جعل القدس سكنا للأنبياء لن يديمها أبدا سكنا لقاتل الأنبياء. قال الله جل وعلا في شأن اليهود: لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. ما تخلي بالك من البشرة دي، ثم لا ينصرون. هل تصدقون الله جل جلاله؟ ثم لا ينصرون. أنا أقول لكم يا شباب الأمة أبشروا، فورب الكعبة ستقام الملحمة وسترفع راية الجهاد على أرض القدس، بل وستنزل الخلافة الراشدة الأرض المقدسة. وهذا المهدي محمد بن عبد الله موجود في المدينة، فلما يقع الاختلاف يخرج من المدينة متوجها إلى مكة. قال: يكون اختلاف عند موت خليفة، فيخرج رجل من أهل المدينة. ما صفته؟ اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي،
أما شكله فهو أجلى الجبهة أقنى الأنف، يخرج إلى مكة. قال فيبايعه الناس ما بين الركن والمقام. فيبعث إليه جيش من الشام، يقبل هذا الجيش سراعا ليقاتل المهدي المنتظر، ثم يقع لهذا الجيش أعجوبة تبين أن هذا الرجل هو فعلا المهدي المنتظر. حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ احتمل عمود الكتاب من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت اقتربت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسك.